من بلد فقير فيها حرب أهلية، مجاعة، ومتدمرة اقتصاديا، دولة مقدمة ديمقراطيا واقتصاديا. احنا النهارده بنتكلم عن رواندا. رواندا بلد صغيرة حجما، كانت في ايد الاستعمار الأوروبي وخرج منها وسابها للسكان الأصليين. المهم السكان الأصليين ما عجبهمش الحال وعملوا حرب أهلية. الحرب الأهلية قلبت يعني إبادة جماعية زي اللي بتحصل في اخواتنا، ربنا معاهم. الحرب الأهلية دي قضت على الاقتصاد تماما، قضت على التعليم وقضت على الصحة وقضت على كل دول. عائلات مشردة هنا وهناك والخراب بيعم البلد كلها. فاحنا النهارده بنحكي قصة رواندا، البلد اللي اتحولت صفر ليعتبر أقوى دولة اقتصاديا نامية في القارة السمراء أفريقيا. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعي لإخواتنا في غزة والسودان وسوريا وليبيا واليمن والعراق وكل الدول العربية والإسلامية اللي بتعاني، سائلين من الله أن يعم السلام في العالم وإن الدنيا ترجع بخير. ايوه انا ذكرت كل الدول دي، ان كل الدول دي كلهم عندهم معاناة لا تقل عن اي حد. ربنا مع كل اخواتنا في جميع انحاء العالم. نبدا الفيديو و اتس شو تايم فوكس. بعد 22 سنة رواندا بتقدر تكون واحدة من اكتر الدول اللي بتكون مثال جيد جدا في مجال الاقتصاد والصحة والتعليم والبنيان، بل ان هي في 2016 تصبح الدولة رقم 1 في افريقيا لجذب رجال الأعمال، وده حسب السوق الأفريقية المشتركة. سنة 62 خرجت بلجيكا من رواندا، هي اللي كانت مستعمراها. ومن هنا بدأ النزاع والحرب الأهلية والإبادة بين قبائل الهوتو والتوتسي. رواندا خدت استقلالها، كانت زمام السلطة كلها في إيد قبائل الهوتو، علشان تقرر أول ما تمسك السلطة إن هي تنتقم من قبائل التوتسي. قبائل التوتسي دي هرب منها كتير جدا بره البلد. سنة 94 اتقتل رئيس رواندا اللي هو كان اسمه لوران كابيلا. هو كان في طيارة وحصل هجوم صاروخي على الطيارة بتاعته واتقتل. تهم ساعتها في مقتله قبائل التوتسي، ومن هنا بدأت عملية إبادة منظمة بحيث اتقتل 800 ألف إنسان في 3 شهور، قرابة المليون إنسان في 3 شهور. القتل الممنهج ده كان بيمارس بحق قبائل التوتسي دي لحد قبل سنة 94، لحد ما شوية متمردين كده عملوا جبهة وطنية للدفاع عن قبيلتهم من بره البلد. وسنة 94 قدروا يفرضوا سلطتهم وياخدوا السلطة من قبائل الهوتو، وده كان في شهر يوليو سنة 94. جماعة التوتسي سيطرت على الحكم من بعد سنة 2000 برئاسة الزعيم بتاعهم واسمه كان بول كاجامي. في دوشة تحت لكن أنا في سكن الجامعة لازم نشتغل، يعني ما فيش كلام. الجبهة الوطنية سلمت الرئاسة لشخص اسمه غريب فأنا هضطر الشخص ده اسمه باستور بيزيمونجو. هكتب لكم اسمه. بعدها بدأت الحكومة في النهاية تطارد قبائل الهوتو اللي كانوا متورطين في الإبادة الجماعية، حتى إن هي دخلت دولة شقيقة اسمها الكونغو الديمقراطية علشان تجيب الناس المتورطين في الموضوع ده اللي هربوا هناك. الموضوع ما كانش انتهى لحد هنا، لان كانت المدارس والمزارع والمستشفيات والمصانع كان كل ده اتحرق تماما زي ما بيحصل في العاصمة السودانية الخرطوم حاليا. متنسوش تدعوا لهم عشان الحرب بقى لها 8 شهور شغالة وما سمعناش عن حد قال لهم سلام عليكم. نرجع على موضوعنا. الأزمة ما انتهتش لحد هنا فعلا زي ما قلت لكم، واللي حصل لحد ما رئيس القيادة الوطنية عزل الرئيس الرواندي السابق اللي كان سايب كل حاجة ورايح بس ورا الناس يقتلهم اللي هم عملوا الإبادة. فما كانش في إصلاح للوطن، ما كانش في إصلاح للبلد. راح الرئيس بول عزله ومسك مكانه علشان يبدأ من هنا سياسة إصلاحية جديدة، ماشي. وعزل مجلس القضاء وعين مكانه حاجة اسمها مجلس الحكماء. مجلس الأحكام كان في الثقافة الرواندية حاجة كده زي مجلس الأعراف أو حاجة زي كده. ولأن القانون الرواندي ساعتها كان فعلا ضعيف، ما كانش يقدر إن هو يحل قضية ناس ارتكبوا إبادة قربت على المليون شخص، في مليون شخص تاني بيقتلوا فيهم، فكان لازم يعملوا عفو، يعني يعفو عن الشخص اللي كان رئيس الحوار بتاع الإبادة ده في مقابل إن هو يعترف بذنبه ويساعد في إن هم يقبضوا على الحركات اللي كانت سبب في إن كل ده يحصل من الأول ويقضوا عليها ويخلصوا منها. تاني حاجة عملها الرئيس الرواندي ده في طريق الإصلاح إن هو حط دستور رواندي. الدستور ده بينص على إن هو يعيد تأهيل قبيلة التوتسي دي كلها علشان يكونوا عاقلين، علشان ما يكونش فيه أي خطابات عنصرية، وأي خطاب عنصري هيكون التعامل معاه لا يتم التهاون فيه. خطوة تانية عملتها رواندا إن هي
قسمت المحافظات، اعادت تقسيم المحافظات جواها تاني. فكرة ان هم يعيدوا توزيع المحافظات والحاجات اللي زي كده علشان يحطوا فكرة المواطنة بدل فكرة القبيلة، لان في الاول كانت كل قبيلة بتاخد مكان كده ليها لوحدها وبس، it's our land، دي ارضنا وبس. لا، اعادت التقسيم بحيث المحافظات، بحيث ان احنا يكون في انتماء للوطن نفسه وما يكونش فيه التعصب القبلي، يكون بس في انتماء عام، ما يكونش كل واحد للقبيلة والكلام ده، علشان نقوم بالدولة. طبعا ما كانش فيه أي شيء هيكون ليه فايدة من غير ما يستأصلوا الأفكار الغبية بتاعت العنصرية والقبلية، بتاعت الحاجات اللي بتخلي فيه تشدد بين الناس وبعضيها. فنيجي هنا بقى ونرتقي بالتعليم ونزرع الأفكار الصالحة جوه عقول الشعب وعقول الصغيرين وكده، علشان نفهم وننمي جيل جديد ما يكونش عنصري ولا يكون في دماغه الحاجات دي، يكون بس في دماغه البلد اللي أنا عايش فيها إن هي تكون كويسة. طبعا أيام الإبادة قبل الموضوع ده كان التعليم معمول مخصوص علشان يعمل فصل عنصري وبس الناس تفشخ بعضيها. مهم ان كل من الاباء والحكومه كانت شايفه بضروره ان احنا نحط ميزانيه كبيره جدا للتعليم علشان نرجع نعلم الاطفال اللي كانوا مطرودين من المدارس على ايد القبائل التانية والكلام ده. كمان التعليم ده كان باسعار رمزيه، ما كانش غالي علشان كله يقدر يتعلم. بس رواندا كانت محتاجه اكتر من كده، حطوا مناهج تحارب العنصريه في دماغ الاطفال، تغرز في دماغهم فكره تقبل الاخر، فكره تقبل الاخر عرقيا ودينيا. في المدرسه كان ممنوع ان الطفل يقعد ينسب لقبيلته او ينسب لعرقه، انا بقول يجي يسجل معايا احسن. كان ممنوع ان هو يتذكر اسمها حتى. انت يعني ده شيء فعلا ما فيهوش فخر، ده شيء عادي. انا مش شايف ان ده شيء بيعمل شيء اكتر من ان هو بيكون عنصرية، من الاخر بيكون تفرقة، فاهم؟ فلا، انت منسوب لاهلك كده مش اكتر، منسوب للوطن اللي انت عايش فيه، انت منسوب لكونك انسان، فما تتنططش على الاخرين من الاخر. المهم نيجي للاقتصاد. علشان رواندا تصلح اللي حصل في الاقتصاد كان لازم يعملوا شيء واحد، انا ارجع الناس اللي هربت واقول لهم خلاص انتم امنين هنا، تعال. فيجي الناس اللي هربت علشان تكون هي القوة العاملة للبلد، يكونوا هم الناس اللي بيصنعوا وبيشتغلوا. البلد رجعت تاني تركز على الأنشطة السياحية والزراعية، بحيث إن هي يعني مثلت 70% من اقتصاد البلد وقدرت تجذب المستثمرين ليها وكده، فكان ده شيء كويس. تمام. ده غير ان هي طبعا استمرت في محاربة الفساد بكل انواعه. في تقرير عملته الكوميسا اللي هي السوق الافريقية المشتركة، قالت ان رواندا قدرت ان هي تكون واحدة من اكتر الدول النامية ورائدة في افريقيا بسبب اعتمادها على الزراعة بطريقة كويسة. طبعا ان هي قدرت تشكل قوة عاملة كبيرة، ده كان شيء كويس جدا في حقها. واما بالنسبة لرجال الاعمال وجذب المستثمرين، فوفقا برضو للكوميسا فرواندا بقت واحدة من احسن الدول في جذب رجال الاعمال والاقتصادات الناشئة في افريقيا، بقيمة دخل محلي $1.7 مليار في آخر 5 سنين. آخر 20 سنة بقى راح الدخل الفردي للمواطن الرواندي زاد 3 أضعاف، 3 أضعاف بسبب الاعتماد على الزراعة والسياحة والتنمية. تمام. لكن الشيء الوحيد اللي أخذ على رواندا في حقها إن هي ما اعتمدتش على الصناعة كقوة أساسية، والصناعة هي أقوى مجال اقتصادي في العالم، ده بطبيعة الحال، لكن هي بتتطور وممكن نشوف في المستقبل حاجات. الانهيار السياحي كان جزء كبير جدا من انهيار الاقتصاد الرواندي، لأن دولة زي رواندا هي جميلة جدا، البلد جميلة، كفاية بس الحياة البرية اللي هناك والطبيعة اللي فيها، وكمان جوها ولا أروع. كلمة رواندا في اللغة المحلية في البلد دي معناها بلد الألف تل، فالثروات بتاعتها بتتلخص في المناظر الطبيعية والتلال والجبال والطبيعة الخضراء اللي في البلد. طبعا غير ان هي عندها كائنات كتير من المهددة بالانقراض اللي مش موجودة في اغلب دول افريقيا، فكانت دي السبب في ان هي تقدر تطور وترجع النشاط السياحي من تاني وترفع الاقتصاد بتاعها عن طريق النشاط السياحي. كده يكون الدخل من السياحة هو تاني اكبر دخل في رواندا بعد الدخل الزراعي. طيب احنا ما قلناش ازاي رواندا قدرت تنمي السياحة عندها. هي اعتمدت على 3 مبادئ، 3 خطوات في ازاي تنمي السياحة.
ودي يعني تعالى نعملها فقره. ازاي تنمي السياحه في 3 خطوات مع رواندا. I feel I'm look like a TikToker. 1. لغت التاشيره للاجانب كلهم سواء عرب افارقه اوروبيين اسيويين. تم الغاء التاشيره وبقى دخولها بالتذكره. لو التذكره رخيصه شكل كده يعني لما الفيديو ده يجيب فلوس شكل كده يعني ايه، اوعى الدبانه الرخمه دي شكل كده هنسافرها هحاول. تيبس نمبر 2 I feel like a TikToker. استغلت الثروات الطبيعيه وطبعا التوسيع في الحدائق العامه دي بتفرق معايا انا شخصيا. سنه 2014 كانت رواندا بتستقبل حوالي 1,000,000 سايح بعد ما كانت بتطرد ابنائها. يعني ما كانتش طارده للسياحه، هي كانت طارده للحياه. فبقت حاليا، هو طبعا مش 2023 بقت خرافيه. في 2014 كانت بتستقبل 1,000,000 سايح سنويا. ما فيش شيء مستحيل، ما اظنش. وبس كده، تنسوش تدعوا لاخواتنا في جميع انحاء الوطن العربي، وربنا يكون في عوننا جميعا. And it's the end of show folks. تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو، وتكتب تعليق لو انت عندك اي حاجه عايز تقولها. Here is a good era to say your opinion or to tell me your opinion. وبس كده، اذا عجبكم الفيديو انتوا عارفين اللي هتعملوه، وانتظروا الفيديو القادم وان شاء الله مش هقطع كتير. وسلام.